جميل صح؟ عن أي دولة سأتكلم عنها اليوم؟ أهلا بكم يا حباك، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ أنا عايشة صينية. قلت في المنشورات السابقة أن زوجي إسماعيل قد سافر إلى الجزائر قبل شهرين، حيث شهد المناظر الخلابة، مناظر طبيعية الخلابة، وأيضا صادف كثير من الجزائريين اللطفاء. ولكن طبعا لا ممكن أن يستمتع ويقوم بالسياحة فقط، لأن هناك مسؤولية مهمة جدا لكل زوج في كل العالم، إلا وهي إحضار هدايا لزوجته الحبيبة. أنا صراحة رغم أن كل هذه الهدايا ليس غالية جدا، ولكن أنا مبسوطة وأحب هذه الهدايا بصراحة. فاليوم أريد أن أشاركها كلها معكم، وممكن أن تخبرونني في التعليقات هل أسعارها معقولة أم لا. فإن الهدية الأولى هي هذا القفطان. ولكن بصراحة عندما رأيته لأول مرة لم أعتقد أنه جميل على الإطلاق، ولكن بعد أن جربته كنت مندهشة تماما. أبدو كأنني أطول ب10 سنتيمتر، وأيضا خسرت 10 كيلو عندما أرتديه. وأيضا أن سعر لهذا القفطان ليس غالية، نحو 20 دولار فقط. وعندما أرتديه أعتقد أنني الفتاة الجميلة والمهبولة التي تمشي في شوارع الجزائر العاصمة، جميلة جدا. وأما الهدية الثانية هي هذا الشيء. جميل صح؟ ما اسمه بالتحديد في الجزائر؟ صينية أو صحن؟ أسميه طبق نحاس في هذا الفيديو. أنا حقا أحب الحرف اليدوية من المنطقة العربية وشمال إفريقيا، فأحضر إسماعيل هذه المرة لهذا المبخرة وهذا الإبريق، كيوت جدا. هاتين من المملكة العربية السعودية وأحبهما جدا جدا. وأيضا طبق نحاس من الجزائر، ووجدت هناك كثير من الرموز عليها، رموز قديمة. وأيضا وجدت هنا يوجد الخط العربي الله ومحمد رسول الله عليه محفوران عليه. فبالتحديد كل هذه الرموز القديمة يجعلني أشعر بالأجواء الإسلامية. وأيضا أعتقد أن هذا الطبق يتمتع بسحر التاريخ. فلم أشتري الطبق فقط، أنا اشتريت القصة وراءه. وإن السعر لهذا الطبق أغلى شوية، لأن بائع هذا الطبق قال لإسماعيل إنه قطعة أثرية، فتكلفته نحو 11,000 دينار جزائري، نحو 55 دولار أمريكي. ولكن عندما صادف إسماعيل صديقه المحلي في الجزائر، هو قال: يا إسماعيل، أنت تعرضت للغش، هذا الطبق ليس قطعة أثرية على الإطلاق. فقال سعره 1100 دينار جزائري على الأكثر. وثم ضرب على رأس إسماعيل وقال: أنت غبي، تعرضت للغش. وثم عزاه، عزى إسماعيل وقال: لقد اشتريته بالفعل، فلا تفكر في أي شيء، هذه تجربة خاصة لك. وأما إسماعيل أعتقد أنه عادي، وهو لا يعتقد أنه تعرض للغش. سعر لهذا الطبق في الجزائر لا يساوي 11,000 دينار جزائري، ولكنه يستحق هذا السعر بعد إعادته من الجزائر إلى الصين بالتأكيد. وما رأيكم في هذا؟ هل هذا السعر معقول أم لا؟ أو كان هذا البائع يضحك عليه؟ أما الهدية الثالثة فهي النعل الأمازيغية، وحتى الآن لم أفتحها. ولم يشتري هذا النعل الأمازيغي فقط لأنا نفسي، وأيضا اشترى لكل من أصدقائي المقربين هذا النعل الأمازيغي. وفي الواقع أن النعل الأمازيغي يحظى بشعبية كبيرة جدا في ساحة الموضة العالمية في هذه السنوات الأخيرة. كثير من العلامات التجارية الكبرى الفاخرة أطلقت أنماط مماثلة، ولكن السعر حقا غالية جدا جدا، يبدأ من 1000 دولار أمريكي وحتى أغلى، غالية جدا. وأما هذا النعل الأمازيغي في يدي فقط 5 دولارات. أعتقد أن هذا السعر معقول جدا. وبعد أن انتهى الوباء الآن، استؤنفت الرحلات الجوية بين الصين وبين الدول الأخرى تدريجيا، وسمعت أن هناك دفعة الأولى من السياح الصينيين قد وصلوا إلى القاهرة وإلى الإمارات قبل شهر أو شهرين.
وأعتقد أنه سيكون أكثر وأكثر من السياح الصينيين سيسافرون إلى الدول العربية ليقوموا بالسياحة هناك، ونحن أيضا نرحب بكم لزيارة الصين في أسرع وقت ممكن.